قضية النهاردة قضية كبيرة. رجل أعمال هشام الدسوقي اللي مراته لقيته مقتول في الفيلا بعد نص الليل. القضية اللي قلبت البلد كلها. الراجل ده تقيل، ولو القضية دي ما اتحلتش في أقرب وقت الدنيا كلها هتتقلب علينا. لازم نكثف كل جهودنا عشان نعرف القاتل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصتنا النهاردة اسمها جريمة في نص الليل. بس قبل ما نبدأ تعالوا نصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. زي ما قلت، أعتقد دي هتكون أكبر قضية أمسكها في حياتي. هشام الدسوقي واحد من أهم أعمدة البلد. لازم نعرف الشخص اللي قتله في أسرع وقت، ولازم نعرف الدافع من الجريمة دي. وما أعتقدش إن القاتل هيكون بره التلاتة دول: عم سيد السواق، وصابر المساعد بتاعه، ومدام كريمان مراته الجديدة. لأن الجريمة حصلت تقريبا ما بين الساعة 10 للساعة 1. جت لنا مكالمة تليفون الساعة 1:15 من مدام كريمان بتبلغ بموت جوزها وما تعرفش ايه اللي حصل. ولما وصلنا لقينا الجثة مرمية على الأرض وجنبه السكينة أداة الجريمة. وطبعا ما عليهاش أي بصمات ولا أي حاجة. وعملنا تحياتنا واستجوبنا مدام كريمان، وقالت إنها كانت بره اليوم ده ورجعت البيت الساعة 12، ودخلت خدت شاور وقعدت أكتر من نص ساعة وغيرت هدومها وكله تمام، ونزلت على السلم من الدور التاني للفيلا عشان تروح المطبخ وتشوف حاجة تاكلها. وفجأة لقت جوزها مقتول ومرمي على الأرض، فبلغت البوليس على طول في ساعتها. وعرفنا إن آخر 3 أشخاص شافوا هشام هم سيد السواق وصابر المساعد وطبعا كريمان. سيد وصل هشام الدسوقي الفيلا الساعة 10، ولما رجعنا الكاميرات الخارجية فعلا بيدخل بالعربية الساعة 10 وبيخرج تاني 10:15 بالعربية لوحده. وعلى الساعة 11 بيوصل صابر المساعد وبيخرج 11:30. وبعد كده العربية الأخيرة بتاعت مدام كريمان الساعة 12، وهي اللي بتبلغ بالجريمة. طبعا حققنا معاهم كلهم وكل واحد حكى بالظبط ايه اللي حصل معاه في اليوم ده. بس للأسف مش قادر أربط الخيوط كلها مع بعض. هل ممكن يكون في طرف رابع، ولا في الآخر هيكون واحد منهم هم التلاتة؟ طب لو شخص رابع ليه الكاميرات ما جابتهوش؟ هل ممكن يكون حد من الخدامين؟ بس اليوم ده كان اجازة لكل الخدامين، واللي نفذ جريمته طبعا حافظ اماكن تواجد الكاميرات، واكيد عارف ان الخدامين النهارده اجازة برضه عشان يقدر ينفذ جريمته براحته. عم سيد لما حققنا معاه قال انه وصل هشام بيه الساعة 10، وقعد يتكلم معاه شوية قبل ما يدخل الفيلا عشان ترتيبات الشغل، وبينظم معايا المواعيد. وبعدين خرجت وخدت العربية وركنتها في الجراج زي كل مرة. كلام عم السيد مقنع إلى حد ما، وما اعتقدش 20 دقيقة كانت كافية إنه ينفذ جريمته. الموضوع ياخد وقت أكتر من كده. وبعدين إيه الدافع إنه يقتل هشام بيه؟ أما بقى صابر واللي راح الساعة 11 عشان يخلص شغل مع هشام بيه، واللي قال في التحقيقات إنه دخل من البوابة فعلا الساعة 11، بس جاله تليفون وهو قاعد في العربية. قعد حوالي ربع ساعة، وبعد فحص التليفون اتأكدنا فعلا من وقت المكالمة ومدتها. ولما خلص التليفون لقى الباب موارب، يعني ما كانش مقفول. ودخل وقعد يدور على هشام بيه وما لقاهوش، وحاول يتصل بيه بس تليفونه مقفول. فاخد بعضه وقام مشي من البوابة الساعة 11:30. نص ساعة وقت كافي اكتر انه يعمل الجريمة. وفكرة المكالمة عادي، ممكن يكون اتفق مع حد انه يكلمه في الوقت ده، اثبات يعني انه كان مشغول في الوقت ده عشان يبعد عنه الشبهات. ولكن لحد دلوقتي لازم نصدق اللي اتقال، لان اللي قدامي فعلا انه اتكلم مع حد في الوقت ده، ومش معقول برضه انه ينفذ الجريمة في ربع ساعة. ولكن نص ساعة اعتقد ممكن، لو في ترتيب وتخطيط كويس وسرعة اعتقد هيقدر ينفذ جريمته في النص ساعة دي. بس السؤال هنا، ايه الغرض في انه يقتله؟ يمكن صابر ما بقالوش كتير مع هشام، ولكن يعتبر هو اللي بيعتمد عليه في كل حاجة في الشركة. هل مثلا اختلف معاه في الشغل، او كان طالب مرتب زيادة وهو رفض؟ للأسف الحاجات دي اللي يعرفها هو وهشام بس. نيجي بقى للشخص الثالث، كريمان الصغيرة في السن، واللي اتجوزت واحد اكبر منها ب15 سنة عشان طبعا تعيش في العز وتبقى سيدة اعمال، واللي ما عداش على جوازهم سنة واحدة. هل طمعت في العز ده كله بسرعة، وخصوصا انه عنده بنت واحدة من مراته القديمة؟ يعني ما عندوش ولد، بس برضو العز اللي هيجيلها مش كتير، مش زي مثلا لو كانت خلفت ولد منه. بس هل تقدر تخطط للجريمة دي لوحدها ولا حد ساعدها؟
واعتقد ساعة واحدة كفاية قوي لتنفيذ الجريمة. هل كان في تخطيط كويس للجريمة وكانت عايزة تلبسها لصابر او سيد السواق؟ اسئلة كتيرة ملهاش اجابة ولسه التحقيقات شغالة، ولكن كل جريمة وليها حل. كل مجرم مهما كانت شطارته لازم يسيب حاجة وراه. وهنا كانت المفاجأة لما عرفت ان مدام كريمان حامل في الشهر التاني. مش بس كده، لا وكمان هشام بيه اتعرف عليها عن طريق صابر، واللي رشح حاله لانها تعتبر قريبته من بعيد. الخيوط كلها وضحت والدافع كمان واضح. هل صابر دخل الاول الفيلا وقتل وساب الجثة وبعد كده كريمان دخلت عشان يبان مش هي السبب؟ بس كده صابر اللي هيلبسها، ولا ممكن صابر ملوش دعوة بالموضوع وكريمان هي اللي عملت كده من دماغها؟ دماغي برضو مش قادرة تحدد اللي قاتل الحقيقي، ولسه اللغز الأخير ما ظهرش. عشان كده كان لازم أروح الشركة أدور على أي خيط هناك. ورحت فعلا وسألت الموظفين عن هشام وطريقة شغله عاملة ازاي، واللي عرفته إنه كان راجل كويس مع الكل ومعظم الناس كانت بتحبه. طبعا مش كله بيحبه لأن مفيش حد بيتفق عليه الجميع 100%. وكان راجل منظم أوي، يعني كان ممكن ينظم مواعيده كلها قبلها بشهر. كان بيدي لكل واحد الخطة اللي يمشي عليها خلال الشهر ده. ولما الشغل بيتأخر أو بيحس بتقصير من الناس بيبقى عصبي قوي مع الكل. ابتديت أدور في ورق الشركة كله، بحاول أدور على أي خيط مفقود لحد ما بصيت على كشف المرتبات وكشف السلف. وهنا كانت المفاجأة في كشف السلف، ومن هنا اتحلت القضية وواجهت القاتل بالجريمة اللي عملها. خطتك ذكية جدا وقعدت كتير عشان أقدر أربط المواضيع ببعض. زي قدرت في وقت قصير تنفذ جريمتك بالسهولة دي، وايه السبب او الدافع عشان تنفذ جريمتك؟ بس زي ما بقول، كل مجرم لازم يسيب وراه دليل، وانت سبت يا عم سيد. لما قلت ان هشام بيتكلم معاك جوه الفيلا في ترتيبات الشغل في حوالي 20 دقيقة، رغم انه راجل منظم وانه المفروض مديلك خطة بمواعيد وهتمشي عليها خلال الشهر ده، ومش هيحتاج طبعا 20 دقيقة اشرح لك اللي فيها. طبعا مش عايز اقولك على الدافع، وهي السرقة والفلوس اللي اتاخدت منه وهو معاك في العربية عشان تقدر تعالج ابنك المريض، واللي كنت بتستلف فلوس كتيرة جدا من الشركة عشان تعالجه. بس الحاجة اللي ما كنتش قادر افهمها هي ازاي قدرت تنفذ جريمتك في خلال 20 دقيقة بس. ده عشان تعمل كوباية شاي بتاخد وقت اطول، إلا بقى لو الجريمة أصلا ما حصلتش في الوقت ده، وإنك دخلت الفيلا وإنت معاك هشام بيه ميت أصلا مش صاحي. ساعتها تقدر تنقل الجثة تقريبا في خلال الوقت القصير ده. خطة في منتهى الذكاء يا عم سيد، بس للأسف هيتم تكريمك على منصة الإعدام بسبب القتل العمد الرجل الأعمال هشام الدسوقي. القضية اللي شغلت الرأي العام اتحلت الحمد لله. قضية كانت صعبة شوية، بس مفيش قضية ملهاش حل. وبكده تكون خلصت قصتنا النهاردة. لو عجبتك القصة وعايز تشوف قصص تاني دوس لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس. اشوفكم تاني في فيديو جديد. سلام.